وليمة العجينة السايلة أو وصفة العجينة السايلة من الوصفات فعلا طعمها مميز. فكرتها تشبه كتير اللازانيا بس طعمها مختلف كليا. لو أول مرة تشوفوني اعملوا متابعة للصفحة، لايك وشير وتابعوا معايا الفيديو. أول حاجة هنحضر العجينة. في دور الخلاط هضيف كوبايتين من الحليب البارد، كمان هحتاج كوبايتين من المية وعدد 2 بيضة في درجة حرارة المطبخ، كمان معلقتين كبار من الزيت، زيت نباتي، وهضيف عليهم 3 كوبايات من الدقيق الابيض. هنا ضفت في الاول كوبايتين ونص وبعد كده احتجت نص كوبايه، يعني المقادير معايا كوبايتين من الحليب، كوبايتين من الميه، عدد 2 بيضه، معلقتين كبار من الزيت، و3 كوبايات من الدقيق. بهرتهم بملح وفلفل اسود، بس معلقه صغيره من الملح ونص معلقه صغيره من الفلفل الاسود. هنضربهم دلوقتي في الخلاط. تقدروا تستبدلوا الخلاط بالهاند بلندر او المضرب اليدوي زي ما تحبوا، بس انا هنا بفضل الخلاط علشان قوامها بيكون ناعم جدا ومش محتاج ان احنا نصفيه بعد كده. هنا العجينه بقت جاهزه معايا، يكون قوامها سايل شويه اكتر من عجينه الكريب. هدخلها التلاجة ترتاح، وبعد كده هنعصج اللحمه المفرومه معايا في طاسه على النار. معلقتين كبار من الزيت، ضفت عليهم نص كيلو من اللحمه المفرومه. هبتدي اقلب اللحمه لحد ما تفرول معايا ويغير لونها، وبعد كده هضيف عليها بصلايه كبيره مبشوره. تقدروا تضيفوا البصل في الاول مع اللحمه زي ما تحبوا. المهم ان احنا ما نحمرش البصل، يعني انا بفضل ان هو يدبل بس مش اكتر من كده. هقلب البصل مع اللحمه وبعد كده هبهره بالملح والفلفل الاسود. تقدروا تضيفوا بابريكا لو حابين، تقدروا تضيفوا كمان شويه من السبع بهارات زي ما تحبوا، بس هي بالملح والفلفل الاسود بس. كانت بصراحة خفيفة ولذيذة جدا. قلبهم مع بعض لحد ما البصل يدبل ويبتدي ينزل السوائل بتاعته. نضيف عليهم معلقتين كبار من صلصة الطماطم او معجون الطماطم. تقدروا تستبدلوهم بعصير طماطم فريش، بس لو هتستخدموا عصير الطماطم ياريت يكون تقيل مش خفيف، ما تخففوش خالص بالمية، مش عاوزين الحشو يكون فيها سوائل كتير. هقلبها بقى، هقلب الصلصة مع البصل واللحمة. بعد كده هضيف عليهم فلفل اخضر بارد مقطعه مكعبات صغيرة. تقدروا تضيفوا فلفل الوان، تقدروا تضيفوا فلفل سبايسي لو حابين انها تكون حارة شوية. كمان تقدروا تضيفوا جزر مبشور زي ما تحبوا. قلبهم مع بعض كويس جدا لحد ما الحشوة او اللحمة ما يكونش فيها سوائل خالص. زي كده كده بقت جاهزة معايا. هركنها على جنب وبنبتدي نسوي طبقات العجينة. خرجتها من التلاجة، ولازم بعد ما نخرجها من التلاجة ان احنا نقلبها كده فوق وتحت كويس جدا، علشان الطبيعي لما بتتركن شوية الدقيق بيبتدي يترسب في القاع، فلازم نقلبها قبل ما نستخدمها. هنا بقى في طاسة على النار. ممكن نستخدم طبعا الطاسة اللي تحبوها او المقاس اللي انتوا تحبوه، مفيش اي مشكلة. هنا الطاسة مقاس 30. هتطلع معايا في النهاية من 6 ل7 طبقات تقريبا. لازم النار هنا تكون هاديه، وطبيعي ان اول طبقه ما بتبقاش مظبوطه، فعادي مفيش مشكله، ما نكونش لسه اتعودنا على مقدار العجينه اللي هنضيفها في الطاسه او هي هتحتاج قد ايه. كمان هي الطاسه ما بتكونش لسه ظبطت الحراره بتاعتها، فمفيش اي مشكله. وهنا قصدت ان انا ما اقطعهاش، عادي هتعامل بيها مفيش مشاكل. وبعد كده ان شاء الله هتظبط. الطاسه هتكون حرارتها اتظبطت، وكمان عرفنا مقدار العجينه اللي احنا هنحتاجها في الطاسه بالظبط اهو. وهنا لازم نسوي العجينه كويس، يعني الافضل ان هي تاخد لون تحميره زي كده، علشان هي مش هتستوي بعد كده تاني خالص، مش هتدخل تسويه. فلازم نسويها كويس او نديها لون تحميره بسيط علشان الدقيق والبيض يستووا معانا. هحضر دلوقتي تاني طبقه. هبتدي احرك الطاسه حركه دائريه عشان اوزعها فيها اهو بالتساوي. وهنا بتكون النار هاديه جدا لحد ما العجينه تبتدي تفك الاطراف بتاعتها وتتحرك كده بسهوله. هعلي النار شويه، خليها متوسطه لحد ما تاخد لون على اول ناحيه، وبعد كده بنقلبها تاخد لون تاني على الناحيه التانية او الوش التاني اهو زي كده. شايفين بقى العجينه ظبطت معانا ازاي، وما شاء الله يعني بتفك بسهوله وما تقطعتش مننا واحنا بنقلبها. زي ما قلت لكم طبيعي ان اول واحده ما بتبقاش ظابطه، فما نقلقش خالص.
وبعد ما بنسويها بنرجع نهدي النار تاني ونضيف العجينة في الطاسة ونوزعها، والنار تفضل هادية لحد ما اول وش ياخد لون وتبتدي تتحرك معانا بسهولة. بنبتدي نعلي النار شوية نخليها متوسطة علشان نسوي باقي الطبقة او نحمر الوش التاني، وهكذا لحد ما نخلص باقي الكمية. لتحضير الصوص معايا معلقتين من الزيت، ضفت عليهم معلقتين من الزبدة. اول لما يدوبوا ضفت عليهم 3 معالق كبار من الدقيق، وهنا مش هنقلب الدقيق كتير او هنحمصه علشان ما يديناش طعم البشاميل، احنا عاوزين الصوص يكون كريمي شوية. اول لما نقلب الدقيق تقليبه واحدة مع الزبدة والزيت هضيف عليهم نص كمية الحليب اللي احنا هنستعملها. انا هنا هستعمل 1 لتر من الحليب، ضفت في الاول نصه قلبته كويس جدا مع الدقيق علشان ما يكلكعش، وبعد كده ضفت باقي كمية الحليب مع الاستمرار طبعا في التقليب على نار هادية. لازم النار هنا تكون هادية وما نستعجلش عليه علشان الدقيق يستوي معانا كويس. هبتدي ابهره بملح وفلفل ابيض مش اكتر من كده، وهنا بفضل الفلفل الابيض عشان ما يغمقش لون الصوص معانا، بس لو مش متوفر استخدموا الفلفل الاسود عادي. هقلبه كويس جدا لحد ما يعني نحسه خلاص وصل لمرحلة الغليان. هنضيف معلقتين من الجبنة الكريمي لو متوفرة، او كم قطعة من الجبنة المثلثات زي ما انا استعملت كده. لو مش متوفر اي حاجة من دول مفيش مشكلة. اول لما نلاحظ ان هو ابتدى يغلي من الجوانب خلاص هطفي النار وهركنه على جنب كده بقى جاهز معايا. وهبتدي دلوقتي اطبق الوصفة بتاعتي. هجيب الصينية اللي هشتغل فيها بعد ما سويت كل كمية طبعا العجينة اللي معايا، هضيف في القاع معلقتين من الصوص، وهبتدي ارص الطبقات. ونراعي واحنا بنرص طبعا ان احنا نظبط ايدينا في توزيع اللحمة علشان يكون توزيعها متساوي ما بين الطبقات كلها. هبتدي ارص اول قطعة من العجينة، بعد كده لحمة ومعلقتين كده من الصوص. ونقدر ندمج الصوص مع اللحمة او نسيبه كده متوزع بشكل عشوائي زي ما تحبوا. انا هنا هعمل الطريقتين ومش هتفرق في النهاية، ان شاء الله ان النتيجة واحدة والطعم هيكون حلو جدا. اهو هنا مش هدمج الصوص، هسيبه متوزع كده لحد ما اخلص كل كمية او كل عدد الطبقات اللي معايا. طبعا عدد الطبقات هيفرق معانا على حسب حجم الصينية اللي احنا هنستعملها، وطبعا ده بيرجع في الاول لحجم الطاسة اللي احنا بنسوي فيها العجين. لو حجم الطاسة صغير هنستعمل مقاس صينية اصغر اكيد. هنا خلصت كل الطبقات، هبتدي اوزع على الوش باقي كمية الصوص اللي حضرناه. وهنا ما شغلتش الفرن خالص من قبلها، ومش محتاجة ان هو يكون سخن لان احنا هنسويها تحت الشواية. الطبقات معانا مستوية كويس، كمان الحشو مستوي كويس، فمش محتاجين ان احنا نسيبها وقت خالص في الفرن. هدخلها في الفرن تحت الشواية بس البشاميل ياخد لون. لو مش حابين البشاميل يتحمر زي كده تقدروا بس تسيبوه لحد لما يتشمع وبعدين تخرجوه تضيفوا الجبنة. لو مش هتضيفوا جبنة خالص حمروه عادي جدا زي البشاميل او زي اي نوع بشاميل بنحضره. الجبن بقى تقدروا تستعملوا موتزاريلا، تقدروا تستعملوا ميكس، اجبان زي ما تحبوا. هدخلها تاني الفرن لحد ما الجبنة تبتدي تاخد لون زي كده. خلاص بقت جاهزة معايا، وهسيبها لحد لما تبرد او تهدى شوية علشان نعرف نقطعها. عايزة اقول لكم ان قوامها ناعم جدا، والعجينة كمان طعمها مميز قوي، طعمها قريب جدا من الفطير. كمان ريحتها واحنا بنسويها كانت تحفة. الحليب مع البيض مدي طعم جميل جدا. دي اول قطعة قطعناها، هقطع معاكم كمان قطعة كل لما تبرد في التقطيع بتكون مظبوطة اكتر. اهو زي كده، كانت هنا بردت شوية زيادة فما شاء الله كانت مظبوطة في التقطيع. اتمنى فعلا انتوا تجربوا الوصفة دي، من الوصفات اللذيذة جدا هتعجبكم ان شاء الله. ما تنسونيش بلايك وشير لو عجبكم الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.